أجيال من علماء الدين والفضيلة، فمرحبا فيك مولانا. وقبل أن أبدأ معك بالحوار، يا ريت لو تفضلت وسلطت الأضواء على ما يدور أو يجول في خاطرك إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين الأخيار، وبعد. اللهم إنا نستهديك ونطلب منك التسديد والتوفيق لتضعنا على دربك في خدمة أمة نبيك، وأنت المأمول لكل خير. وبعد، هناك أمور أود أن أتحدث عنها قبل أن أبدأ بصلب الدخول في هذه الأجواء الإسلامية. وهذه الأمور تتلخص في الآتي: أولا، نحن نعرف أن الإسلام يفرض على كل من يحمل شيئا من العلم ضريبة على هذا العلم، وتلك الضريبة هي عبارة عن وضع ما يحمله من علم أو ما يعرفه من علم في خدمة الناس، وبالذات في خدمة الأمة الإسلامية الذي ينتمي إليها الداعية المسلم، لأن العلم عليه صدقة كما أن المال عليه صدقة. وصدقة العلم ها هنا هي أن تقدم ما مكنك الله عز وجل من فهمه ومن وعيه، فتضعه في طريق المسلمين للاستفادة منه، وتلك هي أول الصدقات التي نعبر عنها بصدقة العلم. ومن هنا أوجب الله عز وجل على العالم أن لا يكتم علمه، خصوصا في الأزمات وفي الأوقات التي تشتد فيها الحاجة إلى العلم، لأن من خواص الحضارة الإسلامية أن السلوك فيها يجب أن يكون خاضعا للعلم. فقوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نفهم من جو الآية الكريمة أن ما يسمعه الإنسان وما يبصره وما يعيه يجب أن يخضعه للضوابط العلمية، حتى يكون الإنسان المسلم يسير وفق منهاج علمي يبعد به عن الفوضى، ويبعد به عن التذبذب يمينا وشمالا، مما يجعل السلوك في أي بعد من أبعاد الحياة لا معنى له. هذا أول ما ينبغي الإشارة إليه. ثانيا، العلم يتعين عليه أن يكون موضوعيا. ومعنى موضوعي يعني يجب أن لا نخلط بين أجواء العلم وبين أجواء أيديولوجي، بل يكون العلم حقيقة موضوعية، وهذه الحقيقة الموضوعية نبحث عنها ونستفيد منها ونتوجه إليها وفقا للدليل، ولا نجبر الدليل على أن يتبعنا، بل نتبع الدليل. لأننا إذا أردنا أن نجبر الدليل على أن يتبعنا، معنى ذلك أننا نخون العلم، ومعنى ذلك أننا نخون الوعي، ومعنى ذلك أننا نخون من ننقل إليه هذه الحقائق العلمية. وإذا كنا موضوعيين بمعنى أننا نجل الحقيقة كما هي ونجل الموضوع العلمي كما هو، نكون بذلك قد سلكنا الدرب الصحيح، ونكون بذلك قد أدينا رسالة العلم،
ورسالة العلم رسالة يجب أن تكون للعلم وللعلم وحده ليس إلا. أما الاستقطابات والانتماءات التي تنعكس على العلم وتؤثر على العلم فما من شك أنها تنحرف بالحقيقة الموضوعية عن مسارها الصحيح، وهذا ما ينبغي أن نتعرف عليه وأن نتمسك به، وهو حيادية العلم. يعني نطلب العلم لأجل العلم، إلا إذا استلزم العلم خدمة حقيقة إيمانية، ففي مثل هذه الحالة أيضا لا نخرج عن موضوعية العلم، ولكننا في ضمن إطار الموضوعية نعرض الحقيقة الإيمانية وفق الضوابط المتبعة في هذا المورد. 3، المفروض من السائل الذي يريد أن يتعرف على بعض هذه الجوانب، يعني الذي يعقب غالبا على ذكر حقيقة من الحقائق العلمية أو على ذكر موضوع من المواضيع العلمية، المفروض فيه أن يكون رائد حقيقة، لا أن يكون مشاكس، ولا أن يكون يريد الظهور على حساب العلم أو على حساب الحقيقة، بل ينبغي أن يدفعه لذلك حب الاستطلاع السليم ونشدان الحقيقة والتعرف على الواقع والانتهال من ينبوع العلم بعيدا عن الانحراف يمينا أو شمالا. السائل الذي ينشد الحقيقة يخدم بذلك وعيه وعقله ويخدم أمته. أما السائل الذي يريد من وراء السؤال المشاكسة الناتجة عنده من مسبقات ذهنية أو من مسبقات تراثية مخزونة، السائل الذي ينطلق من مخزون تراثي لم يمحصه، لا شك أنه سيتعب، ونبحث عن الواقع. وعلينا أن نتخذ الطرق التي علمنا الإسلام أن نسلكها في أمثال هذه الموارد، وبعد ذلك على الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نتحدث وما نقول وفيما نحمل من هدف. نرجو من الله عز وجل أن يكون هدفا سليما نضعه في خدمة المسلمين وفي طريق لا إله إلا الله. 4، وهنا أمر مهم، كل متحدث يجب أن يبقى في حدود اختصاصه، وأن يكون على علم بما يتكلم به، ولا يكون متطفلا على ذلك. فإن الإنسان إذا خرج عن حدود اختصاصه لا بد وأن يقع. الحياة تتسع العلوم كثيرة، ولا يتسع الإنسان إلا لشيء من تلك العلوم، كما يقال العلم إذا أعطيته كلك يعطيك بعضه. العلم في واقع الأمر لسعته في أبعاده المختلفة لا بد من التخصص على فروعه، ونحن نعرف أن فروع المعرفة قد تستقطب، الفرع الواحد يستقطب من فروع المعرفة جوانب متنوعة من الاختصاصيين، متعددة من الاختصاصيين، فكيف بالعلم كله؟ ينبغي. دكتور نعم، أنا آسف أقاطعك إن شاء الله بالخير، بس فضل. لأنه بدأ الحاح الأخوة المشاهدين وبدأت تجينا مكالمات قبل حتى أن أبدأ معك بالحوار. فإذا استأذنت، يعني إذا أذنت لي بس نشوف أول 2 من الإخوان، لأنه أيضا حتى مكالمات عندنا جتنا من الخليج. فضل. الأخ أعزائي المشاهدين معنا الأخ خالد عبود من ألمانيا. أخ خالد، ممكن باختصار لو تكرمت؟
طيب معنا المشاهد الآخر الأخ عبد الستار العاشور. احنا آسفين لأنه الاتصالات إذا طال الانتظار تنقطع تلقائيا مش بإيدنا. الأخ عبد الستار عاشور من سويسرا. الو. اي نعم اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رجاء نحب نسلم على الشيخ اول مرة. حياك الله. عفوا بخصوص الاحاديث النبوية الشريفة. نعم. المسألة اللي جاي نلاحظها هناك احاديث نبوية كثيرة والبعض متفق عليها وبعضها غير متفق عليها. فهنالك مئات او بعض الاحيان وصلت لآلاف الاحاديث النبوية، وهناك من يقول هذا متفق وهذا غير متفق، وهذه الأحاديث يومية تظهر لنا أحاديث جديدة وجديدة. فنحن الآن في وقت يسمح لنا أن نلتقي كعلماء دين يعني الموجودين، فلماذا لا يكون هنالك موقف ثابت ومحدد من الأحاديث الذي غير متفق عليها حتى لا تتكاثر على الأجيال القادمة وتصبح كثيرة. يعني في بعض الأحيان هنالك ممكن توجز الرسول. أخوي عبد الستار عفوا بس لأنه في اتصالات عندي كثيرة وفي بعضها من بعيد يعني تنقطع الاتصال. خصوص الأحاديث النبوية يعني نعم. فلماذا لا يكون هنالك موقف واضح وحاسم من الأحاديث حتى الأحاديث الغير المتفق عليها أو نعم. الغير صحيحة مثل ما يقال، لماذا لا أن نتركها؟ شكرا أخوي، ألف شكر شكرا لك. وأنا أستاذن الشيخ أيضا أخذ مكالمة أخرى بس. الأخ أبو بكر أحمد من العراق. أخ أبو بكر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون صحة دكتور؟ يا هلا فيك، مرحبا. شكرا لله أن على إتاحة مثل هذه اللقاءات المثمرة. الله يسلمك. وسؤالي أتفضل به إلى سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. نعم. ألو. نعم تفضل أخوي معك. عفوا قبل أيام ظهر على قناة الجزيرة في نعم. برنامج الشريعة والحياة الدكتور أحمد الكبيسي. نعم. وقد تطرق إلى موضوع أعتبره حساسا جدا بالنسبة للشيعة والسنة، حيث أنني من الطائفة السنية. نعم. وكنت أذهب باستمرار إلى زيارة سيدنا علي وسيدنا الحسين وعبد القادر الجيلاني والإمام أبو حنيفة. نعم. وقد ذكر الدكتور الكبيسي بأن الذي يذهب إلى زيارة قبور الصحابة مشرك بالله. والسؤال ولست أدري فهل إنني كنت مشركا بالله، وهل من شيء يجعل الدكتور الكبيسي متأكدا بأن الذي يذهب لزيارة هؤلاء الصحابة شرك بالله؟ أما السؤال الثاني لو تكرمت وسمحت لي بإيجاز. تفضل أخوي. نعم. نعم. في العراق كنا نسمع باستمرار بأن هناك إمام اسمه المهدي سوف يظهر في آخر الزمان، وإنه سوف يحكم بالعدل بين الخلق حيث لا معتدي ولا غاصب ولا ظالم لأي من العباد، وإنه سوف يقيم دولة إسلامية تحكم بالعدل والإنصاف حكامها من آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال أيضا، لقد ظهر أيضا على قناة الجزيرة أحد مفكر الشيعة واسمه الكاتب، لا أعرف ماذا الكاتب، أحمد الكاتب. نعم. ونفى وجود مثل هذا المهدي، علما بأن كثير من الشيعة هنا في العراق يعتقدون بوجوده وأنه سوف يظهر في يوم ما. فهل لسماحة الدكتور شكرا أخوي، شكرا أخ أحمد. ناخذ آخر المكالمة حتى الشيخ يقدر يجيب على الأسئلة وبعدين نواصل. معنا الأخ أيضا عقيل الشاخوري من السعودية. عقيل، أخ عقيل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن أول بمشي الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، وعندي بعض الأسئلة اللي هو بعض الأشخاص محسوبين على الشيعة أمثال الركابي وأحمد الكاتب. نعم. رد الدكتور على هؤلاء. شكرا أخي. وشكرا للدكتور. شكرا لك شيخنا. أنا آسف لأنه فيه كم كبير من عندك. أي تفضل. نعم. الأخ عبد الستار عاشور سأل عن الأحاديث النبوية الصحيحة وغير الصحيحة. ما سأله الأستاذ عاشور في الواقع تصدى له علماء المسلمين ولم يهملوه، ولكن لأن الطبقات غير المتخصصة من المسلمين ليس لها علم بهذه الجوانب لذلك تستفسر، وإلا في الواقع كتب الدراية وكتب الحديث كلها متكفلة أولا
بالبحث عن الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الموضوعة. يعني أولا تناقش أو ناقش علماء المسلمين بما لا مزيد عليه جميع الأحاديث من ناحية السند ومن ناحية الدلالة، وإن اختلفوا في تزكية بعض الأشخاص يعني الذين يقعون في طريق الحديث اللي يكون من رجال السند سلبا أو إيجابا، ولكن أصل الموضوع كل حديث من الأحاديث يخضع إلى نقاش دقيق عند علماء المسلمين في أن هذا الحديث هل هو صحيح أولا ثابت يعني من حيث السند أو لا، بعدين ما رتبته، هل هو من المتواتر من المستفيض من المشهور من الصحيح من الحسن من الضعيف. كل هذه المعاني بحثت وباستيعاب في كتب الدراية وكتب الرجال وفي علوم الحديث، وأجابوا عليها بما لا مزيد عليه. فالأحاديث الصحيحة من الأحاديث الموضوعة ميزت، وإن كان هناك بعض الأحاديث قد يرى البعض أنها صحيحة يعني يخضعها من وجهة نظره إلى المقاييس الذي يتبناها هو، والآخر يخضعها إلى المقاييس الذي يتبناها هو، فيقع فيها الاختلاف. ولكن على الإجمال هناك جملة من الأحاديث تكاد تكون موضع اتفاق المسلمين على الصحيح منها من غير الصحيح، فالموضوع مستوعب ومبحوث، والواقع ليس كما يتصور الأخ أن الأمر مهمل، لا بل بالعكس. طيب شيخنا، الأخ أيضا أبو بكر أحمد من العراق سأل عن ما أورده الشيخ الدكتور الكبيسي عن جواز أو عدم جواز زيارة القبور، قبور الصحابة. الحقيقة أن زيارة القبور النبي صلى الله عليه وآله كان قد سئل، قيل له يا رسول الله كنت نهيتنا عن زيارة القبور فهل نزور القبور؟ قال بلى، كنت قد نهيتكم ولكن الآن زوروها فإنها ترقق القلب وتذكر بالآخرة. ومن الموارد التي يستدل بها العلماء على بعض الأحاديث التي تجمع بين الناسخ والمنسوخ هذا الحديث، لأنه جمع بين الناسخ وبين المنسوخ. مبدئيا حرم زيارة القبور ثم أباحها، وتحريم زيارة القبور عند البعض ناتج من تصور أن من يزور قبر يعبد صاحب هذا القبر، ولكن لا يوجد عندنا مسلم يعبد غير الله عز وجل. المسلم فعله محمول على الصحة والأعمال بالنيات، هذا الحديث متواتر أن الأعمال بالنيات. فالزائر عندما يأتي ويقف على قبر إنما يريد أن يعظم صاحب هذا القبر لارتباطه بالدين، لارتباطه بالله عز وجل. وما عندنا مسلم يذهب إلى عبادة صاحب القبر وهو يزور صاحب القبر يقول أشهد أنك عبد الله، أشهد أنك أمرت بالصلاة آتيت الصلاة، أمرت بالزكاة آتيت الصلاة، أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر. وقطعا الذي يعبد الله عز وجل ليس بإله ولا يعبد، والذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هذا من عباد الله عز وجل المأمورين بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة. وبقول قاطع وبضرس قاطع ما عندنا من يذهب إلى شائبة من شوائب العبادة في هذا المورد أبدا. وإذا أحب السائل أن يتوسع في ذلك أنا أرشده إلى آراء المذاهب الإسلامية الأربعة بصورة عامة، فليعد إليها وليرى هل أن زيارة القبور توجب شيئا مما يقوله هذا الأخ؟ كلا. عليه بالجزء الخامس من كتاب الغدير للأميني وليقرأ هذا وليستطلع آراء الحنابل والشوافع والموالك والأحناف والإمامية بصورة مفصلة في زيارة القبور، وأدلتهم في ذلك كلها من الأحاديث الصحيحة التي كانت وما تزال موضع عناية المسلمين، فالمسألة مفروغ منها. أما أن البعض يرى أن في زيارة القبور شيء من الشرك فتصوري أن هذا ناتج من وهم عبادة صاحب القبر، وكلا، نحن نحمل فعل المسلم على الصحة
والمسلم لا يريد من الوقوف على القبر إلا أن صاحب هذا القبر من الأشخاص المحبوبين لله عز وجل، فهو يضرع إلى الله واضعا جاه هذا صاحب هذا القبر بين يديه، لأنه من الأشخاص. احنا نعرف أن المؤمن له منزلة عند الله عز وجل، وكوني إلى جانب صاحب المنزلة هذا في تصوري أن مقرب إلى الله عز وجل، وما عندنا تصور أقرب من هذا. والذي يذهب إلى أن صاحب القبر يضر أو ينفع من دون الله عز وجل فنحن براء منه. طيب مولانا، الآن هذه في قضية خطيرة استجدت الفترة الأخيرة، هي القضية المتعلقة بالإمام المهدي. نعم. التشكيك أو الإيحاء أو محاولة تغيير معروف عند الشيعة أن الأئمة 12 عشر. أولا مسألة الإمام المهدي سلام الله عليه هي ليست، أنا أتعجب من إثارتها، هي ليست مسألة سكن ولا مسألة طعام ولا مسألة خبز ولا مسألة تقف في طريق تقدمنا أو طريق تطورنا أبدا. إنما مسألة الإمام المهدي ترتبط بنظرية الإمامة ككل. الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما في باب 12 إمام، وفي باب الخلفاء من بعد 12، وفي ألسنة بعض الحديث كلهم من قريش. نعم، لسان بعض الحديث كلهم من قريش. 12 إمام كلهم من قريش، هاي المسألة التي استقطبت تقريبا اهتمام المسلمين، فصاروا يفكرون في تأويل هذا الحديث أو توجيه هذا الحديث. 12 إمام من هم يعني من بعد الرسول صلى الله عليه وآله، فذهبوا يمينا وشمالا. والنظرية في الواقع هي تشير إلى وجود 12 إمام، وهؤلاء نصت روايات مجموعة من الكتب من كتب الحديث على صحة هذا الحديث، وتعرض لها مجموعة من المحققين وناقشوها وانتهوا إلى صحتها. فمسألة وجود الإمام المهدي احنا أخذناها من مجموعة من الأحاديث من كتب أهل السنة ومن كتب الشيعة، وإحنا على فكرة لا نفرق، نأخذ بالحديث الصحيح سواء جاء عن حنفي أو شافعي أو إمامي، اللي يهمنا وصول الحديث الصحيح. ولذلك احنا عندنا قسم من أقسام الحديث في تقسيماتنا للحديث نسميه الموثق. الموثق ما يأتي به العدل غير الإمامي، نأخذه ونتعبد به ونرتب عليه الآثار. وأحاديث الإمام المهدي بلغت درجة من الاستفاضة، بلغت درجة من الشهرة، بلغت درجة من الكثرة، بحيث ملأت مجموعة من صفحات الكتب. وأنا أرشد من هذا المكان إلى الكتب التي عالجت هذا الموضوع من كتب أهل السنة بالذات، وأثبتت وجود الإمام المهدي وظهوره، ولكن اختلفوا في نقطة واحدة. النقطة موضع الاختلاف هي هل أنه موجود بالفعل أم أنه يولد بعد ذلك. نحن نقول أنه موجود بالفعل استنادا إلى روايات إن الله لا يخلي الأرض من حجة، روايات أخرى نظيرة إلى تثبت أو تعين أن يكون الإمام موجود بالفعل، بينما مذاهب أهل السنة تذهب إلى أنه يكون بعد ذلك أو يولد بعد ذلك. ويعتبرون أحاديث الإمام المهدي ترتقي إلى مستوى الضرورة، حتى أن ابن حجر في الصواعق المحرقة يذهب إلى كفر من لم يعترف بأحاديث الإمام المهدي. والذي يريد الاستزادة من ذلك أنا أرشده إلى مجموعة من الكتب بين يدي، منها الآن ما يلي. أولا كتاب البيان للإمام الجنجي الشافعي، البيان في أخبار صاحب الزمان، وفيه مقدمة رائعة لزميلنا العلامة الأستاذ السيد مهدي الخرسان، وقد استعرض في هذه المقدمة آراء علماء المذاهب السنية، وجاء بالروايات الواردة عن طريق المذاهب عن طريق أهل السنة، وأغنى المقام بما لا مزيد عليه. وهناك كتاب إلزام الناصب في إثبات الحجة على الغائب، طبع بيروت سنة 1404.
وهناك كتاب الإمام المهدي للقزويني طبع بيروت 1405. وهناك منن الرحمن للنقدي في أخبار صاحب الزمان. وهناك عقد الدرر في أخبار الإمام المنتظر ليوسف بن يحيى المقدسي الشافعي طبع القاهرة الأولى سنة 1399. وهناك كتاب الغيبة لمحمد ابن إبراهيم النعماني. وهناك كشف الغمة للإربلي طبع بيروت سنة 1905. وفي عقيدتي أن في هذه المجموعة من الكتب ما يكفي السائل للتأكد من صحة أخبار الإمام المهدي، وأنه من الأئمة الاثني عشر الذين بشر بهم النبي وبشر بهم أئمة أهل البيت. وقد تناولت هذه الكتب موضوع الإمام المهدي من كل جوانبه، طرحت الأسئلة وأجابت على الأسئلة. فالعقيدة أو الاعتقاد بظهور الإمام المهدي وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما جاء في الحديث كما ملئت ظلما وجورا، وأن النبي صلى الله عليه وآله قال المهدي من ذريتي يواطئ اسمه اسمي. هذه الأحاديث أو هذا الحديث ونظائره من الأحاديث بأجمعها بحثت بصورة مفصلة فيما ذكرناه من الكتب، وبوسع كل مسلم أن يراجع هذه المجموعة من الكتب حتى يقتنع بأن علماء أهل السنة قد توفروا على إشباع هذا الموضوع أكثر من علماء الشيعة. شيخنا أنا آسف أقاطعك بس معنا فاصل قصير ونرجع مرة أخرى. أعزائي بعد الفاصل أيضا سننتقل إلى موضوع محتدم النقاش يتعلق بمكانة المرأة. شكرا، فابقوا معنا. حيا الدكتور الوائلي معنا أيضا في جزء جديد من حلقة اليوم برنامج الحوار المفتوح، وكما أسلفنا حلقة اليوم جولة في أجواء إسلامية سنتناول فيها والمتبقي منها، ونعد الإخوان والمشاهدين في كل مكان بأن يعني نحاول قدر الإمكان نعطي أكبر فرصة ممكنة لأكبر عدد منهم. وأيضا أود أن أنوه بأن فضيلة البابا شنودة سيكون موجود في لندن، وحاولنا أيضا ترتيب لقاء ونعد الإخوان الذين يهم هذا الأمر في أن يكون ضيفنا بإذن الله إذا توفرت الأمور. سنتطرق في الجزء المتبقي من حلقة اليوم إلى قضية المرأة وجدل المحتدم حولها في الإسلام، وأيضا قضية الشورى وحقوق الإنسان والديمقراطية. شيخنا قبل ما نرجع لو تكرمت بس ودي أعطي الحاج سعيد الحياوي من الدنمارك. الحاج سعيد. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخ هشام؟ يا هلا فيك أخوي، حياك الله حبيبي. طبعا نشكرك جزيل الشكر على ما قدمت اليوم، حقيقة لقد أثلجتم صدورنا برؤيا الوالد الشيخ أحمد الوائلي أطال الله في عمره. حياك الله حبيبي. سلام لك والدنا العزيز شيخ أحمد الوائلي. شيخ أحمد الوائلي نسأل الله أن يطيل في عمرك وأن يبقيك علما خفاقا لرفع راية لا إله إلا الله وأنت أهلا لذلك. شيخنا بس عندي أحب منك ونحن كجالية في الغرب، ماذا توجه وتنصح الشباب المؤمن المتدين خصوصا هذه الأيام، وأنت ابتدأت المقال بأن العالم يجب عليه أن يظهر علمه، خصوصا هذه الأيام كثرة الفتن وكثرة الكلام على المراجع وعلى المجتهدين والتعدي واللغط، لماذا تقدم لهذه الشباب المؤمنة المسلمة؟ وجزاك الله عني وعن جميع الأخوة خير الجزاء، وجميع الأخوة هنا يخصوك السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي العزيز، يا أهلا ومرحبا. أيضا أعزائي المشاهدين معنا الأخ حيدر الصايغ من الدنمارك. أخ حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا أهلا مرحبا. كيف صحتكم شيخنا؟ مرحبا بك، أهلا ومرحبا. حياكم الله يا مولانا. حقيقة هذه فرصة ثمينة للقاء بفضيلة العلامة الدكتور الوائلي حفظه الله. حياك الله. تفضلتم مولانا الكريم بأن نتبع الدليل، ونحن من أتباع أهل البيت أصحاب هذا الدليل. وهناك ما نسمع ونرى في القنوات الفضائية من يجعل العقائد نظريات، ومن يجعل العصمة للأنبياء محدودة في التبليغ، وهذا فد أمر خطير جدا. نرجو من فضيلتكم تبيان ذلك الأمر، وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله أن يجمع شملكم وشملنا في الوطن عن قريب إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. فيما يخص الأخ السائل الأول الذي يقول بماذا تنصح الشباب المهاجر في مثل هذه الأيام، والله نحن أمة واحدة، مهما تعددت جداول
عقائدنا. نحن بأجمعنا نستظل بلواء لا إله إلا الله، ولا يمنع ذلك من أن أكون أنا ممن يشتقي من جدول أهل البيت بينما يشتقي الآخرون من جداول الصحابة، ما دمنا كلنا نبحث عن نبع الإسلام الذي يمد هذه الجداول. فالذي أنصح به والذي أوصي به دائما أن تكونوا تحت لواء لا إله إلا الله، وأن تستأنسوا بسيرة أئمتكم من أهل البيت ومن صحابة رسول الله ومن منابع الإسلام الصافية التي تكفلت كتبنا بالإشارة إلى عطائها وبالإشارة إلى مكانتها. وأوصيكم بالتكاتف وبالتوحد وبالبعد عن التمزق، وبحمل لواء لا إله إلا الله عمليا لا قوليا. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. برهنوا على الإسلام، على أهمية الإسلام بأخلاقكم وبممارساتكم قبل أن تبرهنوا عليه بأقوالكم. نحن ننظر لكم كرسل، كوفود، تمثلون عقيدة الإسلام، تمثلون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وسيرة الأئمة الطاهرين، فينبغي أن ترتقوا إلى هذا المستوى، وأن يأخذ بعضكم بعضد بعض ولو تعددت جداولكم. ورحم الله أديبنا الذي يقول: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. حتى لو اختلفتم في بعض الفروع فإن النتيجة أنكم تنتهون إلى نبع واحد. أنت ترى أن هذا الفرع أهم من ذلك الفرع، والآخر يرى بعكس ذلك. اترك له حرية العقيدة وليترك لك حرية العقيدة، وتعاملوا معا على أساس من الإسلام. هذا ما أوصيكم به على الإجمال، وأسأل الله لكم التوفيق والتسديد. أما ما يخص الأمر الثاني وهو عصمة الأنبياء أو نظائر هذا من البحوث، فأنا ألفت النظر إلى أن هذا أمر يجب أن يحصر في كتب العلم وبين العلماء أنفسهم، ولا تطرحوا أمثال هذه الأمور إلى الساحة. إن هذا الكاشب الذي يصبح ويريد أن يتوفر على كسبه وأن يأكل ويشبع عياله ويسد حاجاته الأساسية، من الترف أن نكلفه بأن يبحث عن عصمة الأنبياء. وهل هي عصمة مستوعبة أو غير مستوعبة، استكفائية أو غير استكفائية؟ من البحوث التي لا ينصرف إليها إلا ذوي الاختصاص. في الرجاء من هؤلاء الشباب أن يهتموا بأمورهم الدينية الملحة التي يمارسونها يوميا في أمور صلاتهم أو أمور صومهم أو أمور تعاملهم مع الناس أو أمور تفاعلهم مع عوائلهم أو علاقة المسلمين بعضهم بالبعض الآخر. هذه الأمور الحية، هذا الذي نسميه الفقه الحي. أما مثل عصمة الأنبياء فالواقع هي من العقائد التي وإن احتجنا إلى معرفتها لكن يجب أن تقصر على العلماء ولا تطرح في الساحة العامة. هذا ما أوصي به، وأتمنى للسائل كل خير، وشكرا على عواطفه. مولانا الظاهر أنا ما راح يصير لي فرصة حتى أسألك، أنا محضر بعض القضايا بس الأخوان المشاهدين. معنا الأخ عباس رضا من السويد. أخ عباس. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا مرحبا. شكرا جزيلا على البرنامج الجيد. أرجو أن تعودوا مرة ثانية مع الشيخ الوائلي بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم أستاذنا الشيخ. السلام ورحمة الله. أنا هناك سؤال يدور في ذهني منذ 30 سنة وأكثر، وهو ما يخص بالقرآن وترتيبه. هل هناك سر أساسي لو أنه رتب القرآن حسب التنزيل؟ وشكرا جزيلا. شو كان السؤال؟ عن ترتيب القرآن. نعم، يعني هل هو مرتب حسب التنزيل أو حكمة؟ لا، هذا المعنى إذا أحببت أن تتعرف عليه أن ترتيب سور القرآن وترتيب آيات القرآن هل هي حسب النزول أم لا، هذا المعنى بحثته كل الكتب التي بحثت في القرآن. وأنا ألفت نظرك إلى الفصول المهمة لآية الله الشيخ حسين شرف الدين، وإلى التحقيق في نفي التحريف
وإلى الإتقان للعلامة السيوطي، وإلى مجموعة الكتب، وإلى كل التفاسير، كل تفسير، سواء تفسير الإمام القرطبي أو الإمام الرازي أو تفسير روح المعاني للألوسي أو تفسير مجمع البيان. في صدر التفسير يوضع بحث في ترتيب السور والآيات، وإن شاء الله هذا البحث يضع يدك على الحقيقة ويجيب على سؤالك إجابة كاملة. بس على الإجمال أذكر لك أن الترتيب الموجود بالقرآن مو حسب النزول، لأن النبي صلى الله عليه وآله أشرف على الصحابة الكرام وأمرهم عند كتابة القرآن الكريم أن يضعوا هذه الآية هنا وأن يضعوا هذه السورة هنا. والظاهر أن المستهدف والمقصود كان ليس الترتيب حسب النزول، لأنه قد يكون هناك تلاحم عضوي بين الموضوعات لا يرتبط بالنزول أو بالترتيب حسب النزول. شيخنا أيضا معنا محمد الغريباوي من الدنمارك. أخ محمد، مثلا انقطع الاتصال. معنا حسان محمد من هولندا. أخ حسان. نعم تفضل أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وسلامي للشيخ الجليل الوائلي. يا هلا فيك. وعليكم السلام. لقد تجنى السائل المدعو أبو بكر من العراق على الشيخ الكبيتي، فهو لم يقل ذلك، وبالمختصر قال الشيخ الكبيتي وبصراحة: تجوز زيارة القبور، ولا يجوز بناء مساجد على القبور، ولا يجوز الإيمان بأن الميت كائنا من يكون يفيد أو يضر، وهذا هو الشرك الصريح. ومع الأسف أبو بكر تلاعب بالنقل وبالكلمات. يمكن ما سمع عدل أخوي. هو ليس اسمه أبو بكر وليس من العراق، وهو يقصد الإساءة بالنقل ليس إلا. نعم. سؤالي المطلوب وبإلحاح من الآن وصاعدا التوحيد فقط، التوحيد بين السنة والشيعة، وإن شاء الله الكل في طريق الإيمان. شكرا. والسلام عليكم. شكرا أخي. هو أيضا في سؤال مولانا: كيف يمكن التقريب بين المذاهب؟ والله يا سيدي، هو أساسا التبعيد بين المذاهب أمر مخترع، يعني أمر. هل في حواجز أساسية بين المذاهب؟ يا سيدي، هو الفرقة بين المسلمين في واقع الأمر إلها مناشئ. يعني مرة يكون منشأ الفرقة لاختلاف في فهم الدليل، وهذا أمر لا غبار عليه. يعني احنا نعرف أن المسلمين قد يختلفون فيما يمكن الاختلاف فيه، لأن عندنا احنا الآن مصادر التشريع: الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب مثلا أحيانا يختلف المسلمون في تفسير آية، يذهب بعضهم إلى هذا ويذهب. ودعني أضرب لك مثلا. يعني عندما يقول القرآن الكريم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، الاختلاف في فهم القرء. شنو القرء؟ يأتي للحيض من الألفاظ المشتركة، يأتي للحيض ويأتي للطهر. البعض يفهم من مجموعة من القرائن والأجواء أن المقصود بالحيض، والبعض الآخر يذهب ويفهم إلى أن من مجموع الأجواء إلى أن المقصود بالطهر. أنا ما أستطيع أن أحجر على فهم هذا الفقيه ولا على فهم هذا الفقيه. ذاك انتهى استدل بقرائن وهذا استدل بقرائن، وهذا اختلاف محترم يثري الشاحة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. البعض من علماء المسلمين يرى أن الآية تحدد المغسول، يعني أنه ابدأ أنت من المرفق كما يفعل الآن إخواننا من المذاهب الإسلامية من مذاهب أهل السنة، فيتوضأ منكوشا على الطريقة المعروفة عندهم في الوضوء، لأن يقول إلى المرافق. المرفق هو عبارة عن نهاية الذراع، هذا الذي يتصل بالعضد، فلما يقول إلى معناه الابتداء من الكف. البعض يفهم من الآية هذا المعنى، البعض الآخر يفهم من الآية لا، يفهم تحديد الغسل وليس بتحديد المغسول. يعني هالمنطقة هذه يجب أن تغسل، أما أن تبدأ من هنا أو من هنا لا، لأن الآية مفتقرة إلى دليل آخر، وهو قوله صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الفقيه من أهل السنة وهذا الفقيه من الشيعة، هذا يذهب إلى دليل وهذا يذهب إلى دليل، وكلاهما يستقي من القرآن. فلو اختلف هذا الاختلاف لا يقدح أبدا، هذا اختلاف يثري الساحة.
مثلا في باب العقائد القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. البعض يقول ناظرة يرى الله عز وجل، يراه عيانا وجها لوجه بحيث يقع البصر عليه. البعض الآخر يقول لا، أن الرؤية هنا هي انتظار الرحمة، يعني وجوه يومئذ ناظرة كما تقول أنت في أحاديثك الاعتيادية، تقول له مثلا في اصطلاحنا العامي أنا عيني إلى الله وإليك، يعني أنتظر عطائك، أنتظر إنسانيتك مثلا. يحمل على المعنى الكنائي، وهذا يحمل على المعنى الظاهري، على مؤدى اللفظ ظاهريا. في واقع الأمر هذا اللون من الاختلاف ما ينبغي أن يبعث على الشقاق أو على النزاع أبدا. هذا رجل فهم من الآية شيء وأنا فهمت من الآية شيء، ما ينبغي أن يحصل عندي تشنج عندما أجي إلى أقرع الحجة بالحجة، وإنما نحتكم معا إلى المنطق وإلى الأدلة العلمية وإلى المقاييس. هذا لون من الخلاف يثري الساحة وما في شيء. مرة لا والله أكو خلاف يمليه الشيطان من ورائه هدف آخر خارج عن حدود الفهم. هذا الخلاف الذي يمليه الشيطان هو الخلاف الذي يأباه الله ويأباه الدين ويأباه المسلمون ويأباه الإسلام الصحيح. هذا الذي نرفضه. أما في واقع الأمر أن مناشئ الاختلاف أن البعض مثلا يرى أن هذا هو الذي يجب أن يكون الإمام، الآخر يقول أن هذا يجب أن يكون هو الإمام. هذا أمر يترك إلى الأدلة، والأدلة تتقارع ما بين هذا الدليل وبهذا الدليل، تقع المقارعة وينتهي الأمر بالأخير إلى نتيجة يرتضيها المسلمون. وحتى لو لم يرتضيها المسلمون أنت لك رأيك وأنا لي رأيي، وهذه أمور قد لا ترقى إلى ضرورة. إذا رقت إلى ضرورة إلى حساب، إذا ما ترقى إلى ضرورة من ضروريات الدين أنا أعاملك على أساس أنك مسلم من أهل لا إله إلا الله ولك آراءك، وأنت تعاملني على أساس أني مسلم من أهل لا إله إلا الله ولي آرائي، ونحن معا في طريق الله عز وجل، ونحن معا في ظلال لا إله إلا الله. ولو اختلفنا في بعض الجزئيات فما ينبغي أن يكون ذلك باعث على التمزق وعلى التفرق. أما التفرق والتمزق فمن ورائه الشيطان غالبا. مولانا أيضا معنا عبد العزيز الغافلي من السعودية. أخ عبد العزيز، أخ عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالك دكتور؟ حياك الله. في لقاء سبق في قناة ANN مع أحمد الكاتب على أساس أنه يستدل على عصمة الأنبياء وأيضا الأئمة. هل في دليل، يعني هل من السنة النبوية أو القرآن الكريم يدلل على عصمة سواء الأنبياء أو الأئمة سلام الله عليهم؟ ما في شك أن الأدلة التي تدل على عصمة الأنبياء عقلية ونقلية. الأدلة النقلية مثلا منها قوله تبارك وتعالى كونوا مع الصادقين. وأنت متى افترضت في النبي أنه غير معصوم معناه جوزت عليه أن يخطئ، وإذا أخطأ فقد ابتعد عن الصدق، يعني لازم الخطأ الابتعاد عن الصدق. والله قد أمرنا بالكون مع الصادقين. ما يمكن أن يتعبدنا الله عز وجل بإطاعة الرسول، والرسول يحتمل أن يكون غير معصوم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ما آتاكم الرسول فخذوه. فإذا كان الرسول غير معصوم يمكن أن تجمح به العاطفة في يوم من الأيام، وإذا جمحت به العاطفة ابتعد عن الحقيقة وابتعد عن طريق الله عز وجل. إذن أنا إنما أمرت بإطاعة المعصوم لأن المعصوم لا يتصور منه أن ينحرف عن طريق الصواب، ولازم ذلك العصمة. العصمة لابد منها، وليس معنى ذلك أن النبي مجبر على ذلك، لأن لو كان مجبر على ذلك ينتفي الثواب والعقاب. لأن احنا العصمة نعرفها ملكة من الملكات. هذه الملكة تدعو إلى فعل الصحيح والابتعاد عن فعل الخطأ مع وجود القدرة عليهما. أنا ممكن أعمل الخطأ وممكن أن لا أعمل الصحيح، لكن لا أترك الصحيح ولا أعمل الخطأ. هاي العصمة عبارة عن ملكة يقتدر بها المعصوم على الامتناع عن المعاصي، ولا مو شيء يجبر عليه الإنسان، مو شيء يجبر عليه الإنسان أبدا. أكو تفاصيل بالعصمة طويلة بدرجة من الدقة لا يمكن أن أبحثها هنا، يعني ممكن أن تبحث في مظانها في باب العصمة عندما تبحث. فعصمة الأنبياء لا بد منها،
وكذلك الغاية من وجود الإمام هي نفس الغاية من بعثة النبي. احنا نفترض في الإمام أن يكون ممثل للنبي. الآن المسلمون يعبرون على الخلفاء بأن خليفة رسول الله، يعني بماذا يخلفه؟ يخلفه في تبليغ الأحكام الشرعية، في تطبيق هذه الأحكام الشرعية. فإذا كان الخليفة يمكن أن ينحرف، معناه تشرب الشك إلى ما يجيء به، إلى ما يطبقه من أحكام، إلى ما يقول به، إلى ما يقوم به من أفعال. كذلك بالنسبة للإمام، احنا نرى الإمام امتداد طبيعي للنبوة، وينبغي أن يكون هذا الامتداد الطبيعي يأخذ سمات النبي. هذا هو. وإلا مو معنى أن الإمام لا يقدر على المعصية لكن لا يفعلها، ولا لا يقدر على ترك الطاعة، يقدر على ترك الطاعة ولكنه لا يترك الطاعة. هذا عدم ترك الطاعة منين ناتج؟ بأي معنى؟ هل هو على نحو الملكة أو هو على نحو المنع، يمنع من ارتكاب المعصية؟ هناك بحوث فرعية طويلة لا مجال لذكرها هنا. مولانا أيضا معنا عباس العلوي من السويد. أخ عباس، ممكن بإيجاز لأنه قربنا على موجز الأنباء. الله يخليك بإيجاز. حياك الله دكتور. حياك الله حبيبي، مرحبا فيك. تحياتي لأستاذنا وشيخنا الفاضل الدكتور الوائلي. حياك الله. سيدي فضيلة الشيخ، يعني فالسؤال ساذج وبسيط. هل صحيح أبناء الطائفة الشيعية يقفون على سرداب سامرة ويقولون يا مهدي اطلع وانقذنا وكذا؟ أقول لكم هذا الكلام لأنه قبل يومين 3 ذكر الأستاذ الكبيسي، مع احترامي وتقديري إليه، ذكر على أساس واحدة من عيوب الشيعة. فهل يجوز يعني ذكر عيوب طائفة بهذا الشكل على قناة فضائية؟ مع تحياتي مرة أخرى للدكتور. شكرا لك أخ. شكرا. أيضا معنا الأخت محمد من ألمانيا. أخت محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا لسماحة الشيخ الوائلي. عندي بالحقيقة سؤال وجهته إلى أكثر من عالم، ومع الأسف لحد الآن السؤال عندي في موضع حيرة، ولحد الآن ما عندي إلى جواب صحيح. سؤالي هو كالتالي: أنه المرأة في الإسلام لها حق متقدم في الزواج، حق المهر المتقدم والمهر المتأخر. المهر المتأخر تستحقه عند القدرة والاستطاعة. طيب في حال طلاق الزوجة، هل انه الزوجة مثلا كان مهرها المتأخر لنفرض 10,000 دينار عراقي، وبعد ذلك طبعا قيمة الدينار العراقي تصعد او تنزل باتفاق السوق والدولارات وما شابه، او لنفرض كان مهرها مصحف كتاب الله تعالى او حج بيت الله الحرام. طيب في حال حدوث الطلاق، هل يعقل من انه هذه الزوجة قامت بكل هذا العمر وهذه الخدمة للأولاد وللأطفال وللزوج، وإذا كان عقد الزواج كعقود العمل، إذا لماذا تترك الزوجة بدون نفقة تكفيها بقية حياتها؟ لنفترض أنه أهلها حالتهم ضعيفة، أو لنفترض أنه هي ما عندها عمل، أو لنفترض أنه ماكو زوج أنه تتزوج زواج ثاني. هل أنه الإسلام يعني هذا الشيء اللي أنا محيرني وما أقدر أتقبله؟ الله تعالى يقول اليوم الآية القرآنية نزلت في عيد الغدير أتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا الإسلام هو دين الكمال. طب كيف الغرب ينتبه إلى هذه المسألة وهم يضعون القوانين الوضعية ويضعون للزوجة بعد طلاقها أن تمتلك إلى حق أن تمتلك نصف ثروة الزوج أو إلى حق النفقة بعد الطلاق؟ طب كيف الإسلام يغفل هذا الجانب؟ هذا هو الشيء اللي مستحيل. فبالطبع ظليت أبحث وأدور، وصلت إلى باب كتاب إنه فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام تأليف الشيخ محمد جواد مغنية. في الجزء الخامس صفحة 324 يذكر سماحة الشيخ رحمة الله عليه أنه الزوجة لها عندنا روايات كثيرة وصحيحة السند تؤكد على أن للزوجة حق النفقة، تضمن نفقة الزوجة للمستقبل والحاضر والماضي. فإذا كان هو كعقود العمل، إذا لابد أن تكون للمرأة نفقة، هذا المهر المتأخر وحد، والنفقة اللي تضمن لها بعد ذلك أنه تضمن حياتها وعيشتها بعز وبكرامة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني كذلك يتعلق من باب الأطفال، من باب أنه هل أنه الزوجة لها حق الحضانة، ويذكر كذلك في باب لمن الحضانة الجزء الخامس صفحة 313 يذكر كذلك في نفس الكتاب فقه الإمام جعفر الصادق يذكر من أنه الزوجة لها حق حضانة الأطفال حتى وإن تزوجت. طيب يعني شنو السبب أنه العلماء والمراجع اللي عندنا لو نستعرضهم كلية الشيخ لا يذهب إلى حق
حضانة المرأة حتى وإن تزوجت. هذا على قول شاذ، كأنه الرواية في ذلك رواية خاضعة للمناقشة وليست من الروايات المتسالم عليها، بل إجماع فقهاء المسلمين على أن المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها، يبقى الحضانة تتجه بعد ذلك للأب، وإذا لم يوجد الأب فللجد. فهي ما طول غير متزوجة إلى حق الحضانة وإلى سن معينة. هذه السن المعينة تختلف فيها المذاهب الإسلامية، البعض يقف عند 7 سنين، والبعض الآخر يقول لا الحضانة حتى البلوغ، والبعض الآخر يقول بالنسبة للبنت حتى تتزوج. فعلى العموم بوشعك الرجوع، لأن هذه الإجابة عليه يتطلب مساحة كبيرة من الوقت لا تتسع لنا، ولعلنا نجيب عليها في وقت لأنه باقي عندنا أقل من دقيقة قبل الموجز. بس موضوع النفقة ممكن توجز أيضا الأخت. موضوع النفقة ما طولها في العدة، يعني في عدة الوفاة اختلاف أكو في النفقة. هذه النفقة البعض يمضي بها إلى زمن العدة، عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. البعض الآخر لا، يرى أن النفقة قد تمتد إلى سنة، وهو قول لا يوافقه عليه كثير من الناس. على العموم موضوع النفقات تفصيلا لا بد لأن الآن ضاق علينا الوقت، لا بد من تفصيل في وقت غير هذا. بعد الموجز ممكن نرجع أيضا لهذا الموضوع. أعزائي المشاهدين، احنا آسفين جدا، ابقوا معنا في الجزء الثاني بعد موجز الأنباء أحمد الوائلي. وقد استمعتم في الجزء الأول إلى العديد من الملاحظات والتفسيرات وموقف الشرع والفقه الإسلامي من القضايا التي طرحت والقضايا الملحة. لدي العديد من التساؤلات، ولا أخفي عليكم أنني مضطر احتراما لرغبة السادة المشاهدين إلى إبقاء أسئلتي إلى ما بعد، وقد نضطر إلى تمديد البرنامج إن لزم الأمر. وقبل العودة إلى العلامة الجليل، معنا الأخت المشاهدة إلهام عبد الوهاب من هولندا. أخت إلهام. ألو مرحبا. يا هلا فيك أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيدنا؟ عليكم السلام، أهلا بك ومرحبا. الله يسلمك، أنا سعيدة جدا إنه أنا شفتك هاي أول مرة طبعا. الله يحييك، أهلا ومرحبا، حياك الله. سؤالي سيدنا، أنا كنت عايشة بالعراق وكنت ما محجبة، اجيت لهولندا، تزوجت هنا والله سهل علي اتحجبت. ف أثناء دراستي اللغة الهولندية ما كانت عندي أي مشكلة بهذا الموضوع. حاليا دا أبحث على عمل، هنا فرص العمل ضعيفة ما عدا في مجال الكمبيوتر. دا أحاول إنه أقدم على شغل من خلال هذا المجال، مدى يسمحوا لي ودا يقولوا لي مباشرة إنه أنت محجبة. هل الحجاب هو العائق أمام عملك؟ بل يعني أحيانا هم ما يقولوا لي إياها مباشرة، ينتظروني أدز لهم رسالة يستقبلوني، لأنه أنا خلصت فيزياء بالعراق، فتقريبا نوعا ما متصلة الدراسة. إن شاء الله اختصار واضح، بس لو تكرمت حتى نعطي فرصة أيضا الأخت أمريم من بريطانيا. أخت أمريم. خليها بعدين. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، أهلا بكم، أهلا ومرحبا. أنا لست من الشيعة، لكن احنا نحب الشيعة. اختي مو مسلمة يعني انت؟ بالفترة ونقدرهم لانهم مسلمة انت، من اهل لا اله الا الله، اهلا بك. تفضلي. انا لست من الشيعة. واضح لكن تفضلي. احنا نحب الشيعة ونقدرهم على الفترة لانهم من اهل البيت. اهلا بك. الذي اخذه على اهل الشيعة هو احساسي انهم يفضلون عليا على النبي صلى الله عليه وسلم. ما قولك في هذا الامر؟ اعوذ بالله. طيب مولانا، الان في 3 قضايا. القضية الاولى ما تفضلوا فيه الاخوان نقلا عن دكتور الكبيسي فيما يتعلق بسامراء، والاخت الاخرى يتكلم الحجاب واحتمال ان يكون عائق في مجتمع يمكن يجهل اهمية هذا الامر. يعني اجيب على بعض ما سبق من الاسئلة. نعم. اولا السؤال الذي يقول هل من الصحيح ان الشيعة يقفون على باب السرداب في سر مرة ويقولون يا مهدي يا مهدي يا مهدي؟ أنا ألفت نظر السائل أن من ذكر ذلك إذا صح ما نسب إليه، من ذكره يعيش بالعراق ويعيش قريبا من سامراء، وبوسعه أن يذهب إلى الزوار في سامراء ليرى هل لهذه الفرية من أثر. هذه واحدة. ثانيا أنا ألفت نظره أن هذه الفرية
توسع فيها كثير ممن يصطادون بالماء العكر، فصورونا بأننا في غاية السخف، لأننا نعتقد أن الإمام راقد في السرداب ولا بد من أن ينهض بعد ذلك ويخرج من السرداب، حتى قال شاعرهم: ما أنا للسرداب أن يلد الذي صيرتموه بزعمكم إنسانا، فعلى عقولكم العفاء لأنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. وأنا أقول له أن موضوع السرداب دار الإمام سلام الله عليه في سامراء فيها سرداب، وإحنا نعرف أن دور العراق معظمها فيها سراديب يستكنون بها عن الحر في الصيف. فآخر ما شوهد الإمام شوهد أنه دخل هناك، وليس معنى ذلك أن مقره السرداب، ولا يفرق أن يدخل إلى غرفة أو سرداب أو إلى صحن دار، النتيجة واحدة، هو أنه آخر مرة رؤية بها في ذلك المكان، أي واحدة. ثانيا أنه احتجب عن الأعين، المسلمون بصورة عامة يذهبون إلى وجود الخضر عليه السلام وأنه محتجب عن العيون وأنه حي يرزق حتى الآن. فإذا صح أن هذه يعني عدم رؤياه مع وجوده تشكل علامة استفهام، فينبغي أن تشكل علامة الاستفهام أيضا عند المسلمين الذين يذهبون إلى أن الخضر موجود وأنه لا يرى. بعدين عدا ذلك احنا جملة من الأشياء الواقع نستعملها ولا نراها. نحن نستعمل الأثير ولا نرى الأثير. نحن الآن نستعمل المعنى ولا نرى المعنى، وإنما نرى الحروف، نعم، ونستفيد من المعنى. نحن جملة من الأشياء نستعملها بدون أن نراها. حكمة غيبة الإمام احنا أجبرتنا على فهمها النصوص، احنا ما أخذناها اعتباطا، استندنا إلى النصوص. ومو بس احنا، كل المسلمين اللي يذهبون إلى فكرة الإمام المهدي يأخذونها تعبدا، وإلا أرجوك أنا جملة من الأحكام الشرعية أخذها عن طريق التعبد. الآن لو سألتني ما معنى أني أجمع حصيات بالحج، أخذ 21 من الحصى وأجي أقذف بها الشيطان، شنو فلسفة هذه؟ ما أدري، قد يكون لها تأثير نفسي. كذلك العقيدة في وجود إمام مختفي قد يكون لها تأثير نفسي، أما فلسفتها شنو علي أنا أتعبد؟ النصوص الصحيحة أمسكت بعنقي، وإلا أنا مو جاي لها اعتباط، وليست هي فكرة يوتوبيا كما يذهب البعض إلى أنها عملية تعويض أو كومبنزيشن، مثلا أني أنا لأنني مضطهد مثلا في يوم من الأيام فأحاول أن أعوض عن هذا الاضطهاد بفكرة الإمام. أبدا، نحن نعرف هذا ونهتدي إلى هذا وندرك فلسفة هذا، ولكن النصوص والروايات الصحيحة التي جاءت في كتب المسلمين عامة، وأنا هنا ألفت النظر إلى تفاسير المسلمين ليرجعوا إلى هذه الآيات التي سأذكرها ليتوسعوا في فهم موضوع الإمام المهدي توسع كامل، يعني يقطع التساؤل. في الآيات التي وردت فيها هذه البحوث بصورة مفصلة من كل أطرافها: بسم الله الرحمن الرحيم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بسم الله الرحمن الرحيم: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون، إلى آخر الآية. بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بسم الله الرحمن الرحيم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذه وجملة من الآيات الأخرى بوسع أي مشاهد أو سامع أن يرجع إلى تفاسير المسلمين بصورة عامة، وبالذات تفسير الإمام الرازي، تفسير الإمام القرطبي، تفسير الإمام الثعلبي، تفسير روح المعاني للألوسي، التفاسير الأخرى، الكاشف للشيخ محمد جواد مغنية، مجمع البيان للطبرسي، تفسير الميزان للسيد الطباطبائي، تفاسير أهل السنة وتفاسير الشيعة بصورة عامة. هذه الآيات تشرح ويعتضد بالأحاديث الواردة في هذا الباب، وتستوعب الموضوع من كل أطرافه وتجيب عليه إجابة كاملة، حتى يعلم أن فكرة الإمام المهدي متجذرة وأصيلة، وكما يقول ابن حجر في الصواعق أن منكرها يرقى إلى مستوى منكر الضرورة. وأعتقد أن في هذا إجابة كافية، لأن المسألة لا تحتاج إلى أكثر من هذا. موضوع الحجاب. أما فيما يخص وقوف المسلمين على باب السرداب في سامراء، وقوف الشيعة على باب السرداب، فهو أمر لا صحة له إطلاقا. ولو قدر
أن بعض الزوار من العوام يرى أنه يريد أن يسمع صوته، يندفع باندفاع عاطفي، ويعلم أن الإمام حي يرزق، ويتصور أن غاب في هذا المكان يريد أن يسمعه صوته. هذا ليس بنشاز. الآن احنا نرى من يقف على قبر الولي عبد القادر الجيلاني عندنا في بغداد وينادي مدد مدد يا ولي الله، ونشوف المصريين يقفون على قبر الحسين، على قبر رأس الحسين، ويصيحون يا ابن رسول الله، يا ابن الزهراء، يا ابن فاطمة، مدد مدد إلى آخره، والمسلمين في كل مكان. هذا اللون من العواطف العفوية التي إن دلت فإنما تدل على شدة تعلق الناس بهؤلاء، ليس إلا. وبناء على حمل أفعالهم على الصحة وهم مسلمون نحملهم على أنه عبارة عن تعبير عن شدة الوله والشغف، ليس إلا، ولا نرميهم بالشرك. احنا ما نتقيد، يعني ما نكون حرفيين نتقيد باللفظة. الواقع الإسلام معنى، الإسلام عمق قبل أن يكون ظواهر وسطوح. هذا المعنى موجود عند كافة المسلمين عندما يقفون على مشاهد الأولياء، على قبور الأولياء، تعبيرا عن عواطفهم وسكبا لآلامهم وآمالهم في هذا المكان الذي يرون أنه من الأماكن التي تنزل فيها رحمات الله عز وجل، ليس إلا. هذا هو مولانا الواقع. بس عندنا عدد كبير، أنا آسف أقاطعك برأيت بإيجاز. تفضل. الأخت إلهام اللي سألت من هولندا، هل ممكن يكون الحجاب حاجز؟ الحجاب في واقع الأمر إذا توقف دخولها إلى العمل على نزع الحجاب شغلها نزع الحجاب، لأن من يتق الله يجعل له مخرجا. من حصر الرزق في هذا الباب، أنا أجي أعصي الله من أجل لقمة عيش، لقمة العيش تنتهي، ولكن عصيان الله يؤدي بي إلى عاقبة ما أتخلص من نتائجها وأتعرض بها للعقاب يوم ألقاه. والله عز وجل إن شاء الله يسر لها سبل الرزق من أبواب أخرى، وهذا إذا دل فإنما يدل على ضيق الأفق، وإلا ما الذي يمنع؟ إذا كانت امرأة تؤدي وظيفتها في العمل بالكمبيوتر وعلى رأسها حجاب ما يمنع من هذا. هذا اللون من التعسف، من التنطع. أيضا الأخت أمرين من بريطانيا سألت، الشيعة يتقولون على الآخرين، يعني أعوذ بالله. هذه الفرية فرية أن الشيعة يفضلون الإمام علي على النبي. أولا ما تستحق الإطالة، وأنا مع الأسف رأيتها عند أقطاب يعني وناس غير عاديين، يعني من المفسرين الضخام، منين ماخذيها مش عارف أنا. يعني أنا أتحدى من هنا أن واحد يجيب لنا دليل واحد على صحة هذا القول. احنا نرى أن الإمام علي عبد من عبيد رسول الله، وكان يتشرف بأنه يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله. بعدين هم يقولون أن أنتم تعتقدون أن جبرائيل نزل بالوحي وأخطأ وذهب به إلى علي بن أبي طالب. هذه العقيدة من أين جاءت؟ أولا خلي أصحح لهم هذه ما طول أنا هنا. الإمام علي عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله كان عمره 7 سنين. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. الرجل متى يكون رجل؟ إذا اكتمل أشده. احنا الآن أبو 7 سنين نسميه رجل يوصبي. نعم، لابد أن يكون يتعدى هذا السن بسنين عديدة، يكون رجل كامل الرجولية لو عبر عنه رجل. احنا نقرأ القرآن ونعرف أن النبي لا يبعث إلا وهو رجل. يشترط بعضهم الأشد ب33 سنة، والبعض الآخر يقول ب40 سنة. لا يبعث النبي على أقل من 40 سنة. أما قوله وآتيناه الحكم صبيا، المقصود به مقدمات النبوة. ما المقصود بالنبوة؟ النبوة ما تيجي إلا بعد 40 سنة، والإمام علي كان عمره 7 سنين. أي نقطة؟ النقطة الآخرة نسأل الله عز وجل عندما أرسل جبرائيل هل كان يعلم أن جبرائيل يخطئ أو لا؟ إن كان يعلم أن جبرائيل يخطئ وأقره معناه متواطئ هو مع جبرائيل، وإن كان لا يعلم أن جبرائيل يخطئ فهذا ليس برد. أي 2. 3. جبرائيل عندما يحمل الوحي ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويخطئ ويذهب إلى علي بن أبي طالب. نعم، ما هي مؤهلات علي بن أبي طالب إلى النبوة؟ هل أرسل من قبل الله عز وجل حتى يأتي؟ آخر جبرائيل يعرف النبي على الإجمال الذي يبعث إليه. جبرائيل أمين كما يعبر عنه القرآن الكبير: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فإذا كان مطاع ثم أمين، كيف هذا الأمين يخون حتى نقول خان الأمين؟ معاذ الله. هذه فرية مع الأسف اختلقت في أيام كان الصراع قائم به، وما يزال البعض إلى مصالح تنتهي،
ولكن عصيان الله يؤدي، ونحن براء ممن يقول هذا القول. وهل علي بن أبي وأتعرض بها للعقاب يوم ألقاه، والله عز وجل إن شاء الله يسر لها سبل على خدمة الإسلام. كل ذرة في كيان الإمام علي عليه السلام هي في خدمة الله وفي خدمة رسوله وفي خدمة المسلمين، فلا ينبغي أن نخدع بهذه الأقوال الرخيصة مع الأسف. أيضا أعزائي المشاهدين معنا الأخ المشاهد بريان، المشاهدين معنا الأخ السويد أخ بريان، وأسفين قلنا عليك حياك الله أخوي. عليكم السلام ورحمة الله. عفوا يا أخي، بداية نعم. إن أهل السنة والجماعة هم من أشد الناس حبا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يحبونهم حبا عظيما، وأنهم يحبون الصحابة أجمعين، وخصوصا الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرة بالجنة، والذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة الذي رضي الله عنهم في القرآن. وهذا بداية، فرضي الله عنهم ورضي الله عن من يترضى عنهم، ولعن الله من يلعنهم ويسبهم. هذه بداية. أما النقطة الجوهرية التي أود أن أتكلم فيها هو مفهوم المهدي لدى السنة أو الرافضة أو الشيعة، فإنه يختلف المفهوم لدى الطرفين. فإن كما ذكر الشيخ أقوال العلماء السنة في المهدي، فإنها صحيح إنها متواترة أنه سيكون في آخر الزمان مهدي منتظر، ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: لتملأن الأرض جورا وظلما، إلى بعد ذلك يقول: فإذا ملئت جورا وظلما يبعث الله رجلا مني اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما فلا تمنع السماء، إلى آخر الحديث. فهذه حديث، وحديث أخرى أنه يقول: المهدي منا أهل البيت. اسمح لي في مداخلة. نعم. هذا اسم أبيه يواطئ اسم أبي زيادة. ارجع جنابك إلى كتب الحديث وإلى جملة ممن تعرض إلى هذا الحديث ليوقفك على الواقع بأن هذه زيادة، وأن أصل الحديث اسمه يواطئ اسمي فقط. طيب هو حديث صحيح رواه الطبراني فقط، هذا هو. ارجع إلى رجال الحديث، لا تقول لي بس الطبراني. ارجع جنابك إلى رجال الحديث، سترى أن في رجال الحديث من يغمز ويخدش، وأنت وأنا كلانا نبحث عن الحديث الصحيح. نعم. إذا صح هذا الحديث نحن نتعبد به معا. طيب، والصحيح والحديث صححه الألباني أيضا. فالمفهوم المهدي عند أهل السنة أنه يكون في آخر الزمان، وأنه يكون من أهل البيت، وأنه يعني يكون من غير اختياره، أي يبايع وهو كاره لهذه البيعة، لا يعلم أساسا بأنه هو المهدي، وإنما الناس يلتجون إليه، هو ملتجئ بالبيت، والناس والعلماء هم يقولون أنت المهدي ونبايعك. من أين هذه التفاصيل؟ هكذا. أما المفهوم لدى أهل الشيعة بأنه هو الغلام، هذه مذكورة في كتب الشيعة أنفسهم، في الكليني وغيره من الكتب الذي يذكر في هذه الأمور، وأنه سوف يعود، وأنه سوف يعني بإذن الله أنه يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأنه يختص من الصحابة من الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان لأنهم أغمضوا حق إمام علي، وهذه مذكورة في كتب الشيعة. لا اسمح لي. وقرآن فاطمة وأمور أخرى هذه مذكورة. أنا فهمت ما تقول، بس اسمح لي أقول لك شيء. هذا الذي تقول بأنه موجود في الكتب يقابله موجود في كتب أهل السنة عشرات الأضعاف، لكن أعرف أن أهل السنة لا يأخذون به، وإحنا لا نأخذ أيضا بالزيادات هذه التي تقولها. وأنت خلطت بين المهدي وبين فكرة الرجعة، هذا الذي تتكلم عنه بالرجعة ما له علاقة بالمهدي. يوم نبعث من كل أمة فوجا. ارجع سيادتك لتصحيح التفكير في الموضوع. خلطت بين الرجعة وبين فكرة الإمام المهدي. مجيء الإمام المهدي وأن يخرج ويعاقب، هذه روايات تدري شو يعبر عنها أحد فقهانا وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس الله سره، يقول إن أخبار الرجعة لا تساوي عندي فلسا واحدة. بتنبه لي شوية زين في المسألة. إذا ليس كل ما ورد في الكتب هو صحيح. إحنا كل رواية نخضعها إلى نقاش، نخضعها إلى أخذ ورد، إلى تمحيص، إلى نخل كامل. هذا اللي تقوله ليش ماكو داعي. إذا كان عندهم اخطاء الله عز وجل هو الذي يتولى معاقبتهم، وإذا عندهم فضائل الله عز وجل هو الذي يتولى
جزاءهم على تلك الفضائل. وإلمن إذن وضع الحساب والعقاب في الدنيا. هذه روايات احنا لا نعتد بها، جملة من الروايات وغير ثابتة، وكل رواية لها نقاش. على أن تحمل الطائفة كلها رواية ضعيفة. خليني أضرب لك مثل. الإمام البخاري يذهب في باب الرضاع إلى أن لبن البقرة ينشر الحرمة، يعني إذا 4 أو 10 رجال ونساء شربوا من لبن بقرة يحرم أن يتزوج بعضهم من بعض. هل معنى ذلك أننا نحمل أهل السنة رواية قد لا تكون موثوقة؟ إذا تحب شوف باب الرضاع للمبسوط في المبسوط للسرخسي. هل معنى ذلك أن احنا نحملكم مثلا هاللون من الكلام؟ معاذ الله، نقول هذا رأي لا يمكن أن نستند إلى علم ولا إلى دليل، وقد يكون الرأي غير ثابت. مو الشكل. إذا تحب أجيب لك روايات من هالنوع بالمئات في مختلف الأبعاد، لكنه إحنا نعلم أن جمهور أهل السنة لا يذهب إليها. جملة من الأشياء أنا لو أردت أن أضع يدك على بعض الأمور التي أمر عليها في الكتب رأيت من ذلك ركام هائل، لكن نحن نعلم أنكم لا تأخذون بها. كذلك إحنا لا نأخذ بهذه الروايات التي تقول بها. ولا أريد منك أن تتصور أننا نخالف الخطوط العامة، معاذ الله. نحن في الخطوط العامة، في صلب الخطوط العامة، لأن أرجلنا على فقه أهل البيت، وفقه أهل البيت هو فقه القرآن. والرسول الكريم يقول إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ونحن إن شاء الله في هذا الخط الذي يؤدي بنا إلى الإسلام، ونرجو لكم أن تكونوا على نفس الخط. كل المسلمين يذهبون إلى تقدير وتقديس أهل بيت رسول الله، ونسأل الله أن ينفعنا بحبهم وبولائهم وبعطائهم جميعا. مولانا أيضا معنا خالد القطان من السويد. خالد. نعم. حياك الله أخوي. سلام على الدكاترة. نعم. الضيف والمضيف. حياك الله. عليكم السلام. الحمد لله، أسعدنا هذا اللقاء، وبالحقيقة نعتبره حركة تصحيحية من قبل قناة العرب، لا لكون الشيخ الوائلي يتحدث باقتدار علمي مميز، لا بل ظهور مثل هذا الرمز صحبة إنسان كريم، صحبة الدكتور هشام الديوان. الله يسلمك. وليس كما نشاهده في بعض القنوات المشبوهة. وبالمناسبة القنوات المشبوهة التي همها الوحيد تثبيت الإسفين بين الشيعة والسنة، ولعل ارتزاقهم على ذلك فهم معذورون. وبالمناسبة أحذر كل الشخصيات العراقية خاصة، السياسية أو الدينية، وأقول لهم قبل أن تظهروا على التلفاز يجب أن تعرفوا المضيف. وأخيرا لا يسعني إلا أن أقول يا قاصدي قتل الأخوة بيننا كفوا الشباك فطيرنا لن يخدعوا. والسلام عليكم. شكرا أخي العزيز. أيضا معنا الأخت أم علي من بريطانيا. أخت أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سماحة الدكتور. عليكم السلام ورحمة الله. سماحة الدكتور، حبيت أسأل عن أنا امرأة متزوجة. ارفعي شوية صوتك، ارفعيه. نعم. أنا امرأة متزوجة مولانا. نعم. وزوجي متكفل بطعامي وشرابي. إيه؟ بس هو طبعا مو متكفل لا بملبسي ولا بمصاريفي الخاصة. إيه؟ فهذا يا ترى شو حكمه بالإسلام؟ يعني هل هو حلال أم حرام؟ لا. وأنا قرأت طبعا برسالة السيد السيستاني أنه المرأة التي تعرف أن زوجها مقتدر وقادر على أن ينفق على لبسها وباقي مستلزماتها وهو لا يفعل ذلك، ممكن أن تأخذ من أمواله خلصة عنه يعني. فيا ترى هل هذا حرام أم حلال؟ وهل يعتبر سرقة أم لا؟ هي واحدة. أما المسألة الأولى، هو من واجبه أن ينفق على طعام المرأة وعلى ملابسها وعلى سكنها حسب الاستطاعة، في حدود استطاعته أو في حدود اقتداره، في الحدود يعني بحيث يؤخذ وضع المال بعين الاعتبار في هذا الحكم. النفقة تكون حسب قدرته، حسب إمكانياته، وينبغي أن
تستوعب الأبعاد كلها، يعني السكن والطعام واللباس، وبعض الفقهاء يذهب حتى الدواء، حتى ثمن الدواء، ثمن العلاج أيضا. هذه واحدة. الثانية أنه هل يسوغ للمرأة أن تأخذ من أموال زوجها بمقدار ما تسد به حاجتها بدون إذنه إذا كان بخيلا؟ هذا رأي يذهب إلى صحته بعض الفقهاء أو جملة من الفقهاء، والبعض الآخر يتوقف، يقول لا بد من أخذ إذن الزوج بذلك. فإذا تعذر واضطرت المرأة، يعني وصلت إلى لا من حقها في ذلك الوقت في حالة الاضطرار أن تأخذ ما تسد به حاجته لئلا تقع في الحرج. فهناك رأيان. أهلا بك. أيضا معنا الأخ أبو وسام من هولندا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخنا يا شيخ أحمد الوائلي، وحفظك الله ذكرا للمسلمين كافة. أهلا بك. سماحة الشيخ، لدي 3 أسئلة مهمة. لو تكرمت بإيجاز بس لأن عندنا نعم بإيجاز. نعم. نحن نذكر الشهادة الثالثة في الإقامة وفي الأذان، وهل يمكن لنا ذكر هذه الشهادة في التشهد استحبابا أيضا في الصلاة؟ السؤال يعني الأول، كيف في أي صورة، يعني كيف تذكر استحبابا على أي طريقة؟ عفوا، في الأذان نذكر أشهد أن عليا ولي الله استحبابا. إيه؟ وفي الإقامة أيضا استحبابا. فهل ممكن أن نذكرها بالتشهد أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عليا ولي الله استحبابا أيضا؟ لا، لأن التشهد ورد بصيغة معينة، والتشهد يدخل في الأفعال الواجبة، والأذان يدخل في نطاق الأفعال المستحبة. يعني الأذان بيوسعك أن تدخل الصلاة بدون أذان ولا إقامة، لكنه التشهد جزء من الصلاة، وإذا أدخلت بعنوان الجزئية فهو باطل، هذا باطل. وحتى في الأول في التشهد في الشهادة في الأذان يعني والإقامة هذا المستحب، والاستحباب أيضا حكم. حتى إذا أدخلت بعنوان الجزئية يبطل، لكن كأن هناك أنت في مقام الاستحباب أكو سعة، لكن هنا لا، ما يسعك أن تدخل الشهادة. هاي نقطة. النقطة الأخرى، مسألة هذه في واقع الأمر ما ينبغي أن تثير الحساسية. احنا نعرف أن المسلمين في صلاة الفجر عندما يأذنون للفجر يدخلون التثويب، وهو رأي الخليفة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عندما يقول الصلاة خير من النوم، وما يثيرون بها، مع أنها ليست بجزء من الأذان، ما تثير حساسية. هذه هم ما تثير حساسية. ما أعتقد أن مسلم من المسلمين يستكثر على علي بن أبي طالب أن يكون ولي من أولياء الله، والقرآن الكريم يقول والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. إذا كان المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإذا كان المؤمن ولي المؤمن والمؤمنة ولية المؤمن، إذا الإمام علي عليه السلام أن يكون مثلا ولي من أولياء الله ليس بكثير عليه هذا. فهو على أي حال احنا نقوله على سبيل الاستحباب مو أكثر، ما نعتبره جزء. شنو الجزء الآخر من سؤالك أخوي لو تكرمت؟ سؤالين 2 باقيات. بالنسبة لبناتنا وإحنا نعيش في الغرب، بناتنا طبعا محجبات يذهبن إلى المدارس، والمدارس مختلطة في الغرب من الابتدائية إلى مرحلة الجامعة. واضح. وفي بعض المراحل يجب على بناتنا أن تلعب التربية الرياضية، وفي درس التربية الرياضية يجب أن ترتدي التراكسوت الرياضي وبالحجاب. ألا يكون هذا مظهر لمفاتن البنت؟ وهل مانع من ذلك؟ قطعا بلا شك. طيب الحل شيخنا ماذا؟ الحل أن تجتمعون أنتم المسلمين تسووا لكم مدرسة إسلامية، وأنتم في بلدان الحمد لله الحرية بها مكفولة، وإذا كنتم في بلدان الحرية بها مكفولة أن تأسسون مدارس إسلامية تحفظ بناتكم، ما تستاهلون الحجاب. الله عز وجل أمر بالحجاب، ما نيجي إحنا نترك هذا الواجب من أجل أن البنت مثلا تحصل لها علشان التعليم أفرض، وبيوشعنا أن نأمن طريق آخر بشيء من الضغط على أنفسنا. الله عز وجل يجعل بعد العسر يسر. أنت ونظائرك ولو تقتطع من غذائك وتجمعون ما يمكن أن تنشؤون به وتأسسون به مدرسة إسلامية تحفظ أبنائكم وتستحصلوا لها إجازة بالمعادلة، وهذا هو الطريق الصحيح. أما أني أسمح للبنت أن تظهر مفاتنها وأن تتعرى
أريد لي من يرشدني إلى أو من يفتيني بهذا، فلا طبعا لا، هذا ما يصح. أخي أبو وسام، بس آخر سؤال لو تكرمت بإيجاز لأنه عندي طويل يعني. لا أخي، لأنه في كثير ناس واقفة عندك. طيب السؤال الثالث، بالنسبة نحن في الغرب نتلقى السوشيال، يعني نظام التكافل الاجتماعي، راتب البطالة، وهل يمكن لنا ممارسة العمل كما يدعي البعض أنه العمل بالأسود ويتلقى أجر على هذا العمل بدون علم المراجع؟ يعني يتقاضى مساعدة من الدولة وما يبلغ الدولة أنه هو يشتغل بنفس الوقت لسد الحاجة يعني. لا، هو إذا كان ذلك يؤدي إلى مخالفة قوانين الدولة ويعرضكم إلى توقع الضرر ما يصح بالتأكيد، لأنه في إقرار في مثل هذا ما يصح أبدا، لأنه أنتم رسل وممثلين للإسلام، وليس من الإسلام في شيء أنكم تسيئون لمن أحسن إليكم، لأن هؤلاء واحد يسأل الإمام موسى بن جعفر يقول له: ابن رسول الله، ما معنى قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل يجري ذلك مع الكافر؟ قال: بلى، يجري مع المسلم والكافر على حد سواء، من أحسن إليك أحسن إليه. فهؤلاء أحسنوا إليكم، ولما يكونون أحسنوا إليكم ونفس كتمان هذا الأمر عنهم يعرضكم إلى ضرر، وهذا إذا كان كذلك فهو ممنوع. أيضا الأخ أبو أحمد من بريطانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله العظيم إننا نحن معشر أهل السنة وأهل الشيعة أمة واحدة تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف، والاحترام كبير لأهل الشيعة، بحيث أنني قمت بزيارات عديدة لمساجدهم وجالستهم وكانت كلها احترام ومودة. فلي سؤالين حطرحهم مع بعض عشان يسكر الخط. السؤال الأول: ما موقف الصحابة من الخلفاء الراشدون؟ السؤال الثاني: السؤال الأول ما هو موقف الصحابة من الإخوان من الخلفاء الراشدين؟ موقف الشيعة ولا الصحابة؟ لا، موقف أهل الشيعة من الخلفاء الراشدين. والسؤال الثاني: ما موقفهم من سيدتنا عائشة رضي الله عنها؟ وحاجة ثالثة بدي أسأل عليها: موقف أهل الشيعة من السيدة عائشة. نعم. والحاجة الثالثة هو أن الشيعة لما يصلوا بيحطوا حجر على الجبين يعني في الأرض يسجدوا عليه. لم أفهمها يعني. وجزاكم الله خيرا وشكرا. حياك الله. واحدة. أما في الأول، خلافة الخلفاء الراشدين هي واقع تاريخي قائم، والخلفاء الراشدون من الصحابة ومن الصحابة الكرام، ولهم إنجازاتهم، وعندما وصلوا إلى الحكم ووصلوا إلى تسنم ذروة الخلافة بايعهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي نفس الوقت اندمج في المصلحة العامة للمسلمين وساعد ووقف وأرسل أبناء للجهاد وللقتال في جيوش المسلمين ومع جيوش المسلمين. لكن هل معنى ذلك أن الإمام علي بن أبي طالب يرى أن غيره أحق بالخلافة منه؟ لا، نظرية الإمام علي واضحة بأنه هو أحق بالخلافة، لكن ليس معنى ذلك أن من تخلف لا يطيعه الإمام ولا يقف إلى جانبه في دعم الإسلام، بل بالعكس. الإمام قال: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولما رأى أن أمور المسلمين تسير ورأى أن الركب ماش في طريق تحقيق كلمة الله عز وجل، وإن اعتدي على حق الله كما يرى، أو وإن رأى أنه أولى بهذا الأمر، لكن ليس معنى ذلك أنه بالنسبة إلى الخلفاء يقف موقفا سلبيا، بالعكس، وقف الإمام موقف إيجابي، وكما هو المعروف من سيرته، وكانوا يستعينون به في الاستشارة والرأي، وهو كان يشير ويطرح آراء، وكان يقف إلى دعم القافلة الإسلامية، إلى دعم المسيرة الإسلامية. وإحنا لا يسعنا إلا ما وسع الإمام. إحنا أيضا عندما نمر بسيرة الخلفاء الراشدين، وإن كنا نرى أن الإمام علي أولى نعم بالخلافة، لكن ليس معنى ذلك أننا لا نقدر للخلفاء مكانتهم وإنجازهم ولا نحترمهم أبدا، بالعكس، على العكس من ذلك، نحن نحترمهم ونقدر لهم إنجازاتهم
ونقف أو بالأحرى نشير وفق ما أرشد إليه إمامنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا الباب. هاي بالنسبة إلى السؤال الأول. نعم. بالنسبة إلى موقفنا من أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وعرس رسول الله وزوجة النبي من أمهات المؤمنين وجديرة بالاحترام وجديرة بالتقدير. وقد افتات علينا البعض فزعم أننا نرمي أم المؤمنين بأنها ارتكبت البهتان، حاشا لله، ولا يقول ذلك منا أحد قط. وإذا أحببت بوسعك الرجوع إلى آيات الإفك النازلة في القرآن الكريم لترى تفاسير الشيعة كيف تقف من أم المؤمنين، كيف تحترمها وتنزه ساحتها وتقول بأنها عرس رسول الله يجب أن تصان كرامتها وتصان سمعتها. وإمامنا الإمام علي يقول للنبي إن الله طهر نعلك فكيف لا يطهر عرضك. هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية أن ارجع إلى تراجم من ذهبوا من قال بالإفك في موضوع الإفك، ما فيهم واحد من الشيعة محسوب على الشيعة، ما فيهم واحد أبدا، محسوبين على غيرنا الذين ذهبوا إلى حديث الإفك. أما إحنا بالعكس، إحنا ننزه عرض رسول الله وننزه ساحة النبي، ونتبع في ذلك سيرة إمامنا أمير المؤمنين عندما وقف على رأسها وقال لها ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك، وأفرد لها دارا في المعركة حتى تستكن بها، وأرسل إليها 20 خادمة فضلا عن الخادمة الواحدة لتتولى رعايتها. لكن بقي شيء، هل هي في خروجها على الإمام علي بن أبي طالب نحن نرى أن خروجها صحيح؟ لا، صريح رأينا أننا ندينها بذلك كما يدين المسلمون من خرج على الخليفة أبي بكر ومن خرج على الخليفة عمر. نحن ندين من خرج على الإمام علي ما دام الإمام علي في نفس الخط وفي نفس الرتبة وفي نفس المكان. نرى بأنها في خروجها على الإمام علي بن أبي طالب فعلت ما لا ينبغي لها أو فعلت المحرم. بعد ذلك حتى المسلمون يذهبون إلى هذا، ولكن يقولون أنها تابت بعد ذلك. النقاش في هذه النقطة، هل أنها في خروجها على الإمام تجد مبررا شرعيا؟ هل يقرها الشرع على خروجها؟ احنا عندنا أدلة بأن من يخرج على الإمام كما أن المسلمين يذهبون إلى أن من يخرج على الخليفة فهو باغي، والباغي يقاتل. نعم، وقد يعطوا أكثر من هذا، يرتبون عليه أحكام أكثر من هذا. لا شك نحن ندينها في خروجها على إمامها، ولكن عدا ذلك هي زوجة رسول الله، وهي موضع احترامنا وتكريمنا، وهي عرض النبي، والذي يتطرق إلى عرض النبي بشيء من الخدش فهو بريء من الله ورسوله. السؤال الثالث. نعم. والله أنا راح من بالي السؤال الثالث، بس معنا الأخت زينب علي من ألمانيا أيضا. صار لها فترة تنتظر. أخت زينب. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. منور الشاشة مولانا الجليل. عليكم السلام ورحمة الله. لا أريد أن أطيل عليكم لضيق الوقت، ولكن سؤالي أنا متزوجة منذ 10 سنوات، وطول هذه الفترة على خلاف مع زوجي، ومنذ 3 سنوات يعني هو طلقني غيابي، وبعدين يعني بهذه الفترة يعني رجعت إليه، فمن رجعت انه هو راواني انه هذه الورقة انه انا مطلقة غيابيا، فما اعرف انه انا يعني رجعتي كانت بدون يعني عقد، فهل هو هذا يعني ما حكم الشرع؟ يعني رجع بعد انتهاء العدة. انت وصلك امر الطلاق لو لم يصل؟ لا انا ما وصلني، بس مجرد هو يعني ما تدرين ان بينما هو طلقك قبل 3 سنين بالضبط ما يسوغ له ان يرجع اليك الا بعقد جديد. لا انا رجعت له ورا تقريبا 6 أشهر من هذه الورقة. رجعتي له بعد 6 أشهر؟ بعد 6 أشهر، حتى بعد 6 أشهر، لأنه انتهت مدة العدة. لابد هو الرجوع خلال مدة العدة. إذا انتهت العدة وما رجع هذا لابد من عقد جديد. هو يعني على أساس أنه هو طلاق غيابي وأنا ما أعرف. حتى لو كان غياب، هو في واقع الأمر هو مدان. طلاق وكان مع شهود وورقة موجودة عنده. هو مدان، ما يسوغ له أن يرجع إليك إلا بعقد جديد. نعم.
أيضا معنا الأخ أبو عبد الرحمن من لندن. أخ أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن نسأل الشيخ اسمح؟ تفضل أخوي. أود أن نسأل الشيخ ما رأيه في كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للشيخ الطبرسي؟ فصل الخطاب ما يشكل جزء من 100 جزء مما ذكره السيوطي في الإتقان من تحريف القرآن عند أهل السنة، وبوسعي أن أضع يدك على مئات من الروايات والأحاديث التي تذهب إلى تحريف القرآن عند أهل السنة، ولكنني أعرف أن رأي الجمهور لا يصحح ذلك. وإذا أحببت الوقوف على ذلك بوسعك الرجوع إلى كتاب التحقيق في نفي التحريف للسيد علي الميلاني، وإلى الإتقان للسيوطي، وإلى الجزء 13 من البحار أو إلى الجزء الخاص بالقرآن من البحار، وإلى مجموعة أخرى من الكتب، وإلى التفاسير. بيوسعك الرجوع إلى تفسير الإمام القرطبي لترى كم هناك من الأحاديث والروايات التي تذهب إلى تحريف القرآن عند أهل السنة. وأيضا بيوسعك الرجوع إلى كتاب البيان في تفسير مقدمة تفسير القرآن للإمام الخوئي المعاصر قدس الله سره، لترى روايات التحريف عند أهل السنة 10 أضعاف روايات التحريف عند الشيعة. ولكننا نحن نعرف أن رأي جمهور المسلمين لا يأخذ بهذه الروايات ويطرح هذه الروايات، وكذلك كل قول عندنا يذهب إلى وقوع التحريف في القرآن الكريم فهو مردود على صاحبه ولا نقول به، ومن يقول خلاف ذلك فهو لا يعرفنا ولم يطلع على تراثنا. وكتاب فصل الخطاب الذي ذكرته، وكتاب ما الكليني وهو الكافي، الكليني في صدر كتابه وضع شرطا ينفي روايات التحريف. هذا الشرط كل رواية تخالف كتاب الله أو سنة نبيه مطروحة. بهذا الشرط هو الروايات التي ذكرت في التحريف عند الكليني في الكافي روايات ذكرت في باب الزيادات، في باب الشواذ، يعني التي لا يؤخذ بها. وبيوسعك الرجوع إلى الكتاب لتقرأه، وبيوسعك الوقوف على ما ذكرت لك من المصادر لتعرف أن الذاهبين إلى القول بالتحريف تحريف القرآن من أهل السنة 10 أضعاف أو ربما أكثر، ولكننا لا نرميهم بالقول بالتحريف أبدا، لأن لا يسع مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويأخذ أحكامه من القرآن وهو يعلم أن القرآن محرف. إذا كان القرآن محرف كيف يشغل لنا أن نأخذ أحكامنا من القرآن؟ ويجوز أن هذا المحرف أو الساقط أو الواقع فيه ما يقيد إطلاق أو فيه ما يخصص عموم أو فيه ما يبين مجمل، فنحن نضرب بأقوال التحريف عرض الجدار ولا قيمة لهذه الروايات، وليست كل رواية ترد في كتاب نعمل بها. وألفت نظرك أن كتب الصحاح عندنا نحن نطرح ثلثها، ما عندنا كتاب صحيح من أوله إلى آخره، جملة كل رواية نخضعها إلى مناقشة دقيقة، بعكس أفرض المذاهب الإسلامية الأخرى التي ترى في البخاري مثلا أنه صحيح على إطلاقه ومسلم صحيح على إطلاقه، وجملة من كتب الصحاح ولهم آرائهم وإحنا ما لنا أن نفرض عليهم، بالعكس. لكنه في باب المناقشة نترك هذه المناقشة نخليها للعلماء الذين يعرفون هذه الجزئيات الدقيقة حتى لا نقحم العام في أمور تصل إلى حد التهاتر، والله يعصمك ويعصمنا إن شاء الله من الخطأ. مولانا ما صار عندنا وقت في سيدك عن حق المرأة في الإسلام، حق السياسي، حق الاجتماعي. والله يا سيدي هذا يحتاج إلى ندوة خاصة حق المرأة. طيب هل الإسلام يعني ضد حقوق المرأة؟ معاذ الله. طيب الإسلام يضع المرأة على حد المساواة مع الرجل إلا فيما يخص الفطرة، يعني بتعبير آخر أن بعض الأحكام نابعة خارج وظائف المرأة، وبعض الأحكام مرتبطة بوظائف المرأة، سواء كانت وظائف نفسية أو وظائف جسدية أو إلى آخره، يعني خواص المرأة. في الإسلام مثلا لنفرض على سبيل المثال، الإسلام يعطي المرأة بالميراث مثلا سهم ويعطي الرجل سهمين، هذا يرتبط ارتباط مباشر بالبنية الاقتصادية الإسلامية. البنية الاقتصادية تحريف في القرآن الكريم فهو مردود عن كل شيء بالنسبة للمرأة، سواء كانت أم أو أخت أو زوجة، هو يجب أن ينفق عليها.
فإذا كانت نفقة المرأة واقعة على الرجل والرجل مسؤول عن كل تكاليف المرأة، الحصة التي تأخذها من الميراث تضمها المرأة، تنتفع بها، تدخرها، بينما الرجل لا ينفقها عليها. إذن المسألة ناظرة إلى باب من أبواب التوزيع في الاقتصاد الإسلامي. التوزيع في الاقتصاد الإسلامي بالنسبة للمرأة حصة وللرجل حصتين، نظرا إلى أن التكاليف ملقاة على عاتق الرجل، يخضع لضوابط التوزيع في الاقتصاد الإسلامي. نعم. وليس لعدم المساواة. طيب مولانا، أنا أسف أقاطعك، بس أيضا شنو موقف الإسلام من قضية الشورى وحقوق الإنسان والديمقراطية؟ مسألة الشورى إلى حكم، حقوق إنسان إلى حكم، وديمقراطية إلى حكم، يعني هاي كل واحدة من هذه الواقع تحتاج إلى توسع وإلى شرح دقيق. لكن مقدمات. نعم، هل يقف الإسلام أيضا عائقا أمام تمتع معاذ الله، والإسلام دين الشورى بالحقوق السياسية؟ الإسلام دين الشورى. هل الولاية التي تذهب إلى ولاية الأمة على نفسها في حال غيبة الإمام، ترى أن الأمة من حقها وهي ولية على نفسها أن تختار من الأنظمة ما يمثلها تمثيلا صحيحا، ويوشعها أن تختار النظام الديمقراطي أو غير مولانا، هل معنى هذا أن الإسلام ضد الديمقراطية؟ معاذ الله، بس الديمقراطية شو تختلف، وتحديد الديمقراطية حكم الشعب يعني. أدري حكم الشعب بأي معنى؟ خارج نطاق الكتاب والسنة؟ لا. حكم الشعب خارج نطاق الكتاب والسنة؟ لا، لأن الكتاب والسنة هما المنبع الذي نقتدي به، والذي يعني نأخذ أحكامه ونأخذ إرشاداته ونأخذ توجيهاته. يعني ما ممكن أي حكم من الأحكام يخرج عن نطاق الكتاب والسنة ويمكن احنا نقر بمشروعيته، ما ممكن، لأنها مخالفة لنص، احنا ما نجتهد في النص نفسه. طيب مولانا، هل يحضر الإسلام إنشاء الأحزاب أو التأسيس أو الترخيص للأحزاب؟ أبدا، إذا كان الهدف من وراء إنشاء كتلة أو إنشاء حزب يستهدف تحقيق العدل مثلا ضمن الأسس العامة التي وضعها الإسلام، نرحب به، أهلا وسهلا به. طب مولانا، سؤال أخير، أنا آسف لأن قربنا البرنامج على الانتهاء. أيضا هناك حديث عن صراع الحضارات. ليش؟ يعني شنو الداعي إلى أن تصارع الحضارات؟ هل الإسلام من الأديان التي تحث على الصراع مع الحضارات الأخرى؟ هذا الواقع مو صراع مع الحضارات، هذا الصراع بين الحق والباطل. يعني أنت أحيانا قد تسمي الباطل حضارة، أكو عندك نمط من التصرفات قد تعطيه صفة الحضارة وهو ليس بحضارة. يعني أنت الآن عندما تسمح لي للرجل أن يتزوج الرجل وتسمي لي جزء من حضارة قائمة، أنا لا أقبل به، هذا خلاف الفطرة. طيب لكن فأنا لما أحرمها ما جاي أحرم حضارة، ما جاي أصارع وياك حضاريا، جاي أصارع وياك إنسانيا. طيب مولانا، سؤال أخير بس بإيجاز، لأن ما بقى عندي بس ثواني. تفضل. هل الإسلام ضد أي دين من الأديان السماوية الأخرى؟ معاذ الله، لا نفرق بين أحد من رسله، لكن كل ما في الأمر أن الإسلام جاء فختم الأديان الأخرى، لا بد من الأخذ به باعتبار خاتم الأديان، وإلا يصارعها لا. شكرا مولانا، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، ونعدكم بحلقة أخرى بإذن الله. وأنا مستعد، أنا آسف أحكي بسرعة، إذا كان الشيخ الدكتور الوائلي موجود في لندن لفترة أخرى نعدكم بلقاء آخر، ونعدكم بلقاءات مع رجال دين من كافة المذاهب بإذن الله إن توفرت. وأيضا نحن طلبنا كما أسلفت لقاء مع البابا شنودة، فضيلة البابا شنودة، وإن شاء الله تتوفر لنا فرصة أخرى. نعتذر من السادة المشاهدين الذين بعثوا الفاكسات ولم يتسنى لنا قراءة أسمائهم أو قراءة أسئلتهم، ونعتذر من السادة الذين لم يتسنى لنا إعطائهم الفرصة للحديث. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، ونلقاكم على خير في حلقة أخرى من برنامج الحوار المفتوح.